وعد مني هتخرجي من الفيديو دوت استاذة في المعجنات والمخبوزات ان شاء الله. كل تفصيلة في الفيديو هتبقى مهمة جدا بالنسبة ليكي كمبتدئة او كحد عامل مشروع وشغال من البيت. في الفيديو دوت ان شاء الله هعرفك كل اسرار المعجنات، التخمير والتسوية والعجن طبعا قبل منهم، وازاي تطلعي معجنات هشة وطرية وخفيفة، وكمان هتفضل طرية وطازة معاكي لأطول فترة ممكن. وعلشان نعرف الكلام ده كله وكل الأسرار اللي هقولك عليها، ما تنسيش السبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو انت لسه جديدة معايا، انا دعاء زين، ودي قناتي المتواضعة اللي بتكبر وبتتشرف بيكم. ودي المعجنات بعد ما باتت والله احسن من الطازة كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهاردة هنعمل معجنات هشة وطرية ولذيذة وتحفة زي ما انت شايفة كده بمكونات بسيطة جدا. هنعمل الكمية اللي انت شايفاها دي كلها، ومفيش اسهل من كده والله. بس اهم حاجة الخطوات في العجن والتخمير والتسوية، كل ده كله هتعرفيه في الفيديو ان شاء الله. فركزي معايا كده وسمي الله ويلا نبدأ. جبت معايا كده نص كوباية لبن دافية زي دمعة العين زي ما بيقولوا كده، وحطيت عليها معلقة ونص كبيرة سكر، يعني حوالي 18 جرام، ونص معلقة كبيرة خميرة 5 جرام. وجبت بيضة طبعا معايا، بيضة واحدة بس. وبالنسبة للبيض اللي احنا بنستخدمه طبعا البيض الأحمر أو الأبيض مش البيض البلدي، علشان بيكون حجمه أكبر من البيض البلدي بكتير. قلبتهم تقليبة حلوة كده، وعلى طول بنفس المعلقة حطي حوالي نص معلقة خل كده، دي اللي هتضيعلك زفارة البيض كله وهتخليلك العجينة هشة ومختلفة جدا معاكي. ونزلت عليهم بربع كوباية زيت اللي هي 50 جرام تقريبا. بس كده، شفتي اسهل من كده؟ يلا بقى نشوف الدقيق معانا قد ايه. انا معايا هنا نص كيلو دقيق، يعني حوالي بالظبط بالكوبايات اللي عندي 3 كوبايات وتلت. الكوباية اللي عندي 250 ملي زي ما انت عارفة كده، كوباية معيارية زي ما بذكر في كل فيديو، وعليهم نص معلقة صغيرة ملح. وقلبتهم تقليبة حلوة ونزلت بيهم على السوائل بتاعتي، وهنشغل عليهم العجان. وطبعا فيديو ريفيو بتاع العجان دوت موجود على القناة، ارجعي له وهسيبهولك ان شاء الله في علامة الاي. وبقى نبدأ ننزل مية على العجين واحدة واحدة كده لغاية ما تلم معايا. انا عارفة المقدار دوت بياخد قد ايه بالظبط، بس علشان الدقيق اللي عندي غير الدقيق اللي عندك لازم تعملي الخطوة دي. المقدار معايا بياخد بالظبط كوباية مية او كوباية لبن، فانا حطيت نص لبن في الاول، فهحط نص مية دلوقتي، وهنزلها شوية بشوية لغاية ما العجينة تبدأ تلم معايا وتاخد معايا القوام اللي انا عاوزاه منها بالظبط. ممكن طبعا تعملي ده كله على ايديكي بكل سهولة. العجينة اهي معاكي، انا حسيت ان هي عايزة لسه شوية مية كمان، يعني بقية البق دوت اللي هحطه عليه. يبقى كده العجينة خدت معايا نص لبن ونص مية. كوباية معيارية طبعا هي خدت 240 ملي بالظبط. خلاص كده عجنتها، مفيش لميت المية بس مش معجنتش طبعا. هنجيب بقى معايا معلقة كبيرة زبدة كده، هي اللي هتحسن لنا قوام العجين معايا وهتخليها عجينة مطاطية معاكي وتشكليها زي ما انت عايزة. نزلت بمعلقة الزبدة الكبيرة حوالي 25 جرام، وهبدأ اكمل عجن. فاول دقيقة من نزول الزبدة بتلاقي العجينة كده فرفتت معاكي وما بتلمش كويس. انا مشغله العجان في الاول كانت على سرعة 1، خليت السرعة 2 عشان تلم معايا بسرعة الزبدة كده وتلم العجينة بشكل واضح وكويس. ولو بتعجني على ايديكي العجينة هتسيح منك اول ما تحطي الزبدة، ودقيقة عجن كده بايديكي بالراحة هتلاقيها لمت معاكي بالمنظر دوت كده. من اول ما تلم العجينة معاكي كده ابدأي عدي 4-5 دقايق بالظبط عجن في العجينة، ما تزوديش عن كده وبرضو ما تنقصيش عن كده. وهي دي الوقت العجن المظبوط اللي بتعجني فيه، يعني 4-5 دقايق في العجان، ولو على ايديكي بيكون من 7-10 دقايق كده. شايفة ما شاء الله العجينة عاملة ازاي؟ مارشميلو كده معاكي، وبجد مفيش وصف ليها الا هو الوصف دوت، او عجينة السلايم بالظبط اللي بنحب نلعب بيها كده مع الولاد.
جبت البولة بتاعتي ورشيت رشة زيت تحت ورشة زيت فوق، وبدأت اغطيهم بالاسترتش وهسيبهم كده على الرخامة زي ما هما كده بالظبط من تلت ساعة لنص ساعة في الجو الحر اللي احنا فيه دوت، وهتلاقيها ما شاء الله خمرت زي ما انت عايزة. ولو انت في الشتاء هتسيبيها من نص ساعة لساعة بالكتير عقبال ما تخمر معاكي وتدينا النتيجة الممتازة دي. يلا بقى نسمي الله ونشوف هنشكلها ازاي. طبعا انت ممكن تشكليها باي تشكيلة انت عايزاها، لكن النهاردة هنشكلها بتشكيلة متميزة كده انا كنت بعملها لولادي ايام حفلات المدرسة، وطبعا سهلة جدا وان شاء الله هتعجبك. طلعت العجينة من البولة كده وبديها لفة بايدي، لازم افك التخمير، دي خطوة مهمة جدا علشان نعرف نكمل بقية شغلنا. لو ما فكتيش التخمير لا العجينة ما بتكونش احسن حاجة وبكون فيها فراغات كده مش لذيذة خالص، وطبعا بتفرق في التسوية بعد كده. خدت كل كورة قسمتهم على 9 كور، كل كورة 100 جرام تقريبا او بالظبط بمعنى اصح، وغطيتهم بكيس كده علشان ما تنشفش معايا. هتقولي يا دعاء ده احنا كنا عاملين 11 في اول الفيديو. لا انا هقولك هنطلع الاتنين الباقيين منين دلوقتي. جبت معايا الحشوة وتقدري تحشيها اي حشوة انت عايزاها، وهقولك واحنا بنشكل العجينة. بس انا حشوتي بقى اللي بتدي طعم جميل كده ولذيذ، كان معايا تقريبا 100 جرام لحمة متعصجة كده باقيين مني في الفريزر، طلعتهم. وشريحة جبنة رومي واحدة برضو كانت يتيمة كده طلعتها برضو، ومعلقتين زيتون كبار ومعلقتين جبنة موتزاريلا كبار. وطبعا انت الحشوة اللي تزوديها زي ما انت عايزة ومفيش اي مشكلة خالص، ممكن تزودي على الحشوة دي فلفل متقطع الوان او اخضر، هتبقى جميلة ومتميزة جدا. وممكن كمان تحطيها جبنة ميكس، بس ممكن جبنة براميلي على جبنة موتزاريلا وزيتون ويبقى كله زي الفل. اهم من ده كله انك تحطي بقى اللي انت بتحبيه والولادك بيحبوه. وانا حشيتها حلو وحادق وهوريكي واحنا ماشيين عملت فيها ايه بالظبط. جبت الكورة كده وبنبدأ من الاول بقى، اول واحدة عملناها نبدأ في التشكيل من اولها. بالكورة ريحت كده والفرد بتاعها بيكون احسن حاجة معاكي. نجيب سكرابر او سكينة او قطاعة بيتزا او اي حاجة بتقطعي بيها، ونبدأ نحاول نظبط الشكل كده بحيث ان احنا نطلع شكل مربع على قدر الامكان. ده تقريبا كان 14 سنتي في 14 سنتي، وبتبدأي تقسميها كده وتحشيها. وبفضل الله الحشوة اللي بنحطها ولا بتقع مننا ولا بتسيح مننا في الفرن ولا بيحصل لها اي حاجة، زي ما هتحطيها زي ما هتطلعيها من الفرن. حطيت بالظبط معلقة ونص من الخليط اللي احنا عملناه، واهم حاجة بقى التقفيل كويس. اوعي تنسي مرحلة التقفيل دي عشان دي اللي هتضمنلك ان الحشوة ما تخرجش منك خالص. قفلنا كويس من كل الاتجاهات. تعالي بقى نظبط الشكل. تعالي بقى واحنا بنظبط الشكل كده هقولك ممكن تحشيها ايه، بغض النظر طبعا عن العجينة حلو وحادق مع بعض، وتقدري تعملي فيها اي حشوة انت عايزاها. كل اللي هتحبيه هتحطيه فيها بقلب جامد وهيطلع ان شاء الله زي الفل. اهم حاجة انك تسمي الله وانت بتبدأي في العجن وانت بتبدأي في كل حاجة، وتذكري ربنا كده وانت واقفة في المطبخ، وان شاء الله كل حاجة بتطلع من ايدك زي الفل. طول ما انت واقفة في المطبخ بدل ما يكون بقك مقفول وما بتعمليش حاجة، اذكري الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتاخدي حسنات وربنا يفرجها عليكي ويفتحها عليكي ان شاء الله. ونكمل واحدة كمان معاكي اهو. والحشو بقى اللي ممكن تحطيه، ممكن تحطي جبنة ميكس بس من غير اي حاجة، ممكن تحطي جبنة موتزاريلا ومعاها جبنة براميلي زي ما قلتلك او اي نوع جبنة انت عايزاه. ممكن تحشيها جبنة اللي هي القابلة للدهن اي نوع طبعا عندك. ممكن تحشيها بطاطس مهروسة ومعاها شوية بهارات اللي انت بتحبيها كده، كل ده هيطلع ممتاز وزي الفل بجد. ممكن كمان في الحلو تحشيها مربى، تحشيها شوكولاتة قبل للدهن، تحشيها مثلا جبنة كريمي وعليها سكر، بتبقى متميزة كده وجميلة. ودي كمان الشوكولاتة القبل للدهن اللي انا حشيتها، بس ده كان في فيديو تاني صورته لكم. والنتيجة طبعا ملحقتش اصورها للأسف لان انا كنت عندي مشوار ورحت للدكتور ورجعت
لقيت ولادي مخلصين عليهم ما شاء الله، كان معاهم ولاد خالتهم، فبسم الله ما شاء الله خلصوا على الحاجات اللي انا عاملاها، فبألف هنا وشفا على قلوبهم. فقلت لازم اعمل لكم فيديو تاني واقول لكم عليه بالظبط اللي احنا عملناهم. هم 11 ال11 دول طلعوا ازاي من البواقي العجينه اللي احنا قطعناها علشان نسوي العجينه ونخليها مربعات. بواقي العجينه دي كلها بجمعها، والتجميعه بتاعتها بالظبط تطلعوا كورتين كمان. اللي متابعني من الاول وعارفني عارف ان انا ما بحبش ادهن وش المعجنات بيض ابدا، فعلشان تدي بقى المعجنات بتاعتك كده طعم رهيب وفظيع وتبقي متميزة فيها ومختلفة عن الكل، بتجيبي فرشة سمنة بلدي كده وتمشيها على وش العجينة زي ما عملنا في الحواوشي. وبالمناسبة دي ما تنسيش تشوفي فيديو الحواوشي اللي هسيبهولك اخر الفيديو دوت ان شاء الله، بطريقة مميزة جدا وهتعجبك بإذن الله. اول ما تطلعي المعجنات بتاعتك من الفرن اوعي تسيبيها تبرد كده، لا هتنشف من وشها بس مش هتنشف كلها. الميزة بقى اللي هتخليها طرية وجميلة كده نفس فرشة الزبدة اللي حطيناها قبل ما تدخل الفرن هي اللي هنحطها بعد ما تخرج من الفرن، وبجد حاجة كده ممتازة. ممكن الزبدة دي تخليها زبدة على زيت زي فيديو الحواوشي بالظبط، بس انا كده كده ما بتاخدش كتير، يعني اخدت تقريبا نص معلقة في المرتين، يعني مفيش حاجة لا تذكر. وما شاء الله غطيتها ربع ساعة بس، ما تزوديش على الربع ساعة علشان المعجنات نفسها ما تعجنش في الصينية وتبقى بايشة كده من تحت. لا ده احنا عايزين حاجة كده جميلة، احنا عاملينها وتعبانين فيها فلازم تطلع نتيجة جميلة وزي الفل. بالنسبة للتسوية بقى تعالي اما اقولك عملنا فيها ايه. بعد ما رصيناها في صينية مدهونة واحنا بنشكلها بتسيبيها تخمر، بتغطيها طبعا بكيس تلاجة زي ما انت شفتي في الفيديو كده، بتسيبيها تخمر حوالي نص ساعة لغاية ما يضاعف حجمها زي ما شفتي الحجم بالظبط اللي في الفيديو. وبتكوني طبعا مشغلة الفرن يسخن قبلها مثلا ب10 دقايق او ربع ساعة. لازم المعجنات دي تدخل على فرن سخن جامد، الرف اللي في النص على اعلى درجة حرارة عندك في الفرن 240 220 زي ما فرنك مظبوط عليه. بتقعد بالظبط 10 دقايق وتبصي عليها اوعي تسيبيها، وبتحاولي تقلبي الصينية كده في كل الاتجاهات علشان كلها تاخد لون. انا والله ما شغلت شواية ابدا على المعجنات دي، وطلعت اللون بتاعها ذهبي وجميل زي ما انت شايفة كده. ده كله احنا عاملين مكونات حلوة فيها، وكمان فرشة الزبدة اللي حطيناها خلت وشها جميل جدا. وبالظبط هي اخدت معايا ربع ساعة بالظبط وطلعت زي ما انت شايفة كده، ما شاء الله تحفة وطرية وجميلة، وتسلم ايدك لما تجربيها ان شاء الله.